إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار. بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لاستعراض الجزء الأول من مقال الباحث في الشؤون الإفريقية محمد زكريا حول منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. رحيل الفنان الإريتري عثمان عبد الرحيم في العاصمة السويدية ستوكهولم عن عمر ناهز 76 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. إريتريا تفرج عن 16 صيادا يمنيا كانت قد احتجزتهم في وقت سابق. والرئيس الصومالي يرفض وساطات رئاسية لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الأثيوبي على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. فجعت الأوساط الإريترية مساء السبت الماضي بخبر رحيل الفنان المخضرم عثمان عبد الرحيم بعد معاناة طويلة مع المرض في مدينة ستوكهولم بالسويد، وذلك عن عمر ناهز 76 عاما، بعيدا عن الوطن الذي أحبه وحمله في حدقات العيون وتغنى له بلغاته المختلفة. رحل كغيره وهو يحلم بوطن يسوده الاستقرار والرخاء وينعم بالحرية والسلام. ويعد الفنان عثمان عبد الرحيم من جيل الرواد في الثورة الإريترية ومن فناني الثورة الذين ألهبت كلماتهم حماس الثوار وحركت في نفوس الشباب الإريتري روح التضحية والإقدام. فقد التحق الفقيد بالثورة الإريترية في العام 1975، وهو بذلك يعد من جيل الرواد في أدب الثورة الإريترية مع كوكبة عصره من الفنانين الذين أثروا الساحة الفنية الإريترية. عاد الفقيد الراحل عثمان عبد الرحيم إلى إريتريا بعد التحرير، ولكنه كغيره ممن عادوا باختيارهم غادر إريتريا مرة أخرى عندما ضاقت به السبل إلى منفاه الاختيار في السويد، منخرطا في مرحلة جديدة من النضال حتى وافته المنية مساء السبت الماضي. وسيوارى جثمانه الثرى نهار الجمعة 13 من سبتمبر الجاري في العاصمة السويدية ستوكهولم. له المغفرة والرحمة، ولذويه ومحبيه والشعب الإريتري حسن العزاء والسلوان. أفرجت إريتريا عن 16 صيادا يمنيا مطلع الأسبوع الحالي بعد 17 يوما من اعتقالهم من المياه الإقليمية حسب مصدر الخبر. وقالت وسائل الإعلام اليمنية إن إريتريا أفرجت عن الصيادين 16، وعاد الصيادون اليمنيون إلى ميناء الخوبة السمك بمديرية اللحية بمحافظة الحديدة يوم السبت 7 من سبتمبر بعد عدة أيام من الاختطاف والتعذيب في سجون إريتريا. ووفق ما ذكر صحيفة المؤتمر نت، فقد استنكر نائب مدير الميناء عمار اللكومي أثناء استقباله للمفرج عنهم ما أسماها الممارسات الإجرامية للسلطات الإريترية بحق المئات من الصيادين اليمنيين، مشيرا إلى أنها تمثل جرائم حرب بحق الإنسانية وانتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية. ووفقا للمصادر اليمنية، فقد أوضح الصيادون المفرج عنهم بأن دورية إريترية أقدمت على اختطافهم أثناء مزاولتهم الصيد في المياه البحرية اليمنية، ثم اقتادتهم إلى سجونها في جزيرة مقيدح تحت قوة السلاح.
وأكدوا أن السلطات الإريترية مارست بحقهم شتى أنواع التعذيب وأجبرتهم على القيام بأعمال شاقة تحت التجويع وسوء المعاملة طيلة 17 يوما قضوها داخل السجن، إلى أن أطلقت سراحهم بعد أن صادرت ممتلكاتهم مع معدات وقارب الصيد الخاص بهم وفق ما ذكرت الصحيفة. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للحوثيين في اليمن اتهمت في وقت سابق القوات الإريترية بإطلاق النار على صياد يمني يدعى سعيد علي عبده غفاري وقتلته داخل المياه الإقليمية اليمنية في 22 من أغسطس الماضي. وأضاف البيان بأن إريتريا تعتقل الصيادين اليمنيين بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية ولفترات طويلة ومصادرة قواربهم وتهديد حياتهم. وأضاف بيان وزارة الخارجية التابعة لجماعة الحوثي أن إريتريا تنتهك بشكل دائم حكم هيئة التحكيم الدولية الذي ينظم عملية الصيد التقليدي بين البلدين. ودعا البيان إريتريا إلى احترام حقوق الجوار وحكم هيئة التحكيم، وحثها على عدم التعرض للصيادين اليمنيين أثناء ممارسة ما أسمته حقهم الطبيعي والتاريخي في الصيد التقليدي. هذا ولم يصدر أي تعليق على الخبر من الجانب الإريتري حتى الآن. الجدير بالذكر أن البلدين وقع بينهما نزاع مسلح في ديسمبر عام 1995 إثر خلاف بين البلدين حول ملكية كل منهما لجزر حنيش وزقر، وانتهى النزاع بعد أن فصلت محكمة دولية بين البلدين في العام 1998. نقلت وسائل إعلام صومالية عن مصادر دبلوماسية قولها إن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رفض لقاء رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على هامش قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي في العاصمة الصينية بكين الأسبوع الماضي. وذكرت المصادر أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة والرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أولوسينغو أوباسانغو قاموا بمساعي من أجل إقناع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لعقد لقاء بينه وبين رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على هامش قمة المنتدى، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لقاء رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بعد محاولة الرئيس الكيني ويليام روتو في وقت سابق في نيروبي، حيث لا يزال الرئيس الصومالي متشبثا بموقفه الرافض لعقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الأثيوبي بعد الأزمة التي شهدتها علاقة البلدين إثر توقيع أديس أبابا لمذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في مطلع يناير الماضي بشأن الحصول على منفذ بحري لأثيوبيا مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في مستهل البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لاستعراض الجزء الأول مما قال الباحث في الشؤون الإفريقية محمد زكريا حول منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقال في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها اليوم لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين بحضور قادة أكثر من 50 دولة إفريقية، وتعهد خلاله الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيادة دعم الصين للقارة الإفريقية بتمويل يبلغ نحو 51 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ودعم المزيد من مبادرات البنية الأساسية، كما تعهد بخلق ما لا يقل عن 1,000,000 فرصة عمل، مؤكدا بأن بلاده ستنفذ 30 مشروعا للبنية التحتية الأساسية في أنحاء القارة الإفريقية. كما أشار الرئيس الصيني إلى أن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع إفريقيا في مجالات الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار. ودعا الرئيس الصيني في كلمته التي ألقاها في المنتدى إلى شبكة بين الصين وإفريقيا تتضمن روابط برية وبحرية وتطويرا منسقا، كما طلب من الشركات الصينية العودة إلى القارة الإفريقية
بعد رفع قيود كوفيد-19 التي عطلت خططها. وتمكن القادة الأفارقة من خلال هذا المنتدى من الحصول على مجموعة كبيرة من الصفقات من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة، منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة. حول منتدى التعاون الصيني الإفريقي نستعرض لكم فيما يلي مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الجزء الأول من موضوع شراكة الصين وإفريقيا، هل تعتبر القروض تهديدا أم فرصة؟ للباحث في الشؤون الإفريقية الاقتصادية والاجتماعية محمد زكريا، والذي نشره موقع الجزيرة نت في 9 سبتمبر الجاري. نتابع سويا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. يستهل محمد زكريا المقال بقوله: تمثل القمة الصينية الإفريقية لعام 2024 والمعروفة رسميا باسم منتدى التعاون الصيني الإفريقي لحظة مهمة في الشراكة متعددة المستويات بين الصين وإفريقيا. تأسس هذا المنتدى منذ عام 2000 كمنصة متعددة الأطراف للحوار والتعاون بين الصين والدول الإفريقية، وتعقد هذه القمة بشكل دوري لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية وتوفير إطار منظم لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا المشتركة مثل التجارة والاستثمار وتطوير البنية التحتية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. ومع اجتماع قادة أكثر من 50 دولة إفريقية في بكين هذا العام، فإن الأجندة واضحة وتعني إعادة تعريف وتعميق التعاون في مجالات التجارة والبنية التحتية الأساسية والتكنولوجيا والصحة، مع التعامل مع تعقيدات الديون والاستثمار الدوليين. وعليه تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على وعود هذه القمة وتحدياتها والفوائد الملموسة التي يمكن أن تجنيها الدول الإفريقية مقارنة بشراكاتها الغربية التقليدية وحقائق النفوذ الصيني المتوسع في القارة. ولكن ما المطروح على الطاولة من الاستراتيجية الكبرى للصين في إفريقيا؟ في خضم قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي يطفو على السطح التزام متجدد من جانب الصين بتعزيز علاقاتها مع إفريقيا. فعلى مدى السنوات الثلاثة المقبلة أعلنت بكين عن خطة شاملة لدعم إفريقيا من خلال مبادرات مختلفة، وتشتمل هذه التدابير عرض 51 مليار دولار تمويلا جديدا للقارة الإفريقية، ووعدا بتوفير 1,000,000 فرصة عمل، والعمل على إنشاء حوالي 25 مركزا بحثيا في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، وذلك لتعزيز التعلم المتبادل ومنح الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى جميع المنتجات من أقل الدول الإفريقية نموا، والاستثمار في 30 مشروعا للبنية الأساسية بهدف تعزيز الاتصال الإقليمي. فضلا عن ذلك، لقد تعهدت الصين بإنشاء 30 مشروعا للطاقة الخضراء وإرسال حوالي 2000 متخصص في القطاع الصحي، وذلك لدعم الصحة العامة وتوفير مساعدات غذائية طارئة كبيرة ومنحة عسكرية لدول إفريقية مختارة. هذه التدابير بلا شك تسلط الضوء على استراتيجية الصين لتعزيز دورها كشريك رئيسي للتنمية في إفريقيا. وعلى النقيض من الشركاء الغربيين الذين غالبا ما يعطون الأولوية للقطاعات الاجتماعية، فإن تركيز الصين على البنية الأساسية الصلبة من السكك الحديدية والطرق السريعة إلى محطات الطاقة والموانئ يعالج الاحتياجات الأكثر إلحاحا في كثير من دول القارة. فعلى سبيل المثال، في دول مثل أثيوبيا وكينيا ساعدت الاستثمارات الصينية في إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل خط سكة حديد أديس أبابا جيبوتي وميناء لامو، والتي عززت بشكل كبير التجارة والتكامل الإقليمي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لاستعراض الجزء الأول من مقال الباحث في الشؤون الإفريقية محمد زكريا حول منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويتساءل الكاتب في معرض حديثه معركة النفوذ: لماذا تهم إفريقيا الصين؟ ليجيب بقوله: إن التعمق الصيني في إفريقيا
لا يتعلق فقط بالمكاسب الاقتصادية، بل إنه أيضا خطوة استراتيجية لتوسيع نفوذها في عالم سريع التغير، حيث تتمتع إفريقيا التي تضم 54 دولة بقوة صوتية كبيرة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. فمن خلال تعزيز العلاقات الثنائية القوية مع الدول الإفريقية، تأمل الصين في بناء تحالف دعم قادر على موازنة النفوذ الغربي في القضايا العالمية والإقليمية. كما أن استثمارات الصين في إفريقيا تشكل جزءا من استراتيجية جيوسياسية أوسع نطاقا لتحدي هيمنة الولايات المتحدة وأوروبا. فمن خلال توفير التمويل المطلوب والملح لتطوير البنية الأساسية، تعمل الصين على وضع نفسها كشريك مفضل في جهود التحديث في إفريقيا. وقد شهدت مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها بكين، والتي تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال شبكة واسعة من مشاريع التجارة والاستثمار، تقدما كبيرا في إفريقيا بالفعل. وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هذا الدفع الطموح إلى إفريقيا خاليا من الجدل، إذ يزعم المنتقدون أن استثمارات الصين تأتي غالبا مصحوبة بشروط مثل استخدام المقاولين والمواد الصينية، مما يحد من نقل التكنولوجيا والمهارات إلى الاقتصادات المحلية. فضلا عن ذلك، فقد أثارت القروض التي تقدمها الصين لتمويل هذه المشاريع مخاوف بشأن استدامة الديون في العديد من الدول الإفريقية. وعن فخ الديون والدبلوماسية، هل تعتبر القروض الصينية تهديدا أم فرصة؟ يقول زكريا إن قضية الديون تشكل جانبا بالغ الأهمية في العلاقات الصينية الإفريقية، باعتبارها أكبر مقرض ثنائي لإفريقيا. ففي الفترة ما بين عام 2000 و 2022 قدمت المؤسسات الصينية أكثر من 170 مليار دولار في شكل قروض في المقام الأول لمشاريع البنية التحتية الأساسية. وقد أدى هذا إلى اتهامات بدبلوماسية فخ الديون، حيث يزعم المنتقدون أن بكين تقرض الأموال بشكل استراتيجي للدول غير القادرة على السداد، مما يسمح للصين بالسيطرة على البنى التحتية والموارد الحيوية. ولكن الواقع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال، واجهت زامبيا التي تدين بجزء كبير من ديونها الخارجية للصين ضائقة مالية خانقة، وتخلفت عن سداد قروضها في عام 2022. وبعد أشهر من المفاوضات، وافقت الصين على إعادة هيكلة بعض ديون زامبيا وشطبت 840 مليون دولار. وقد اعتبر البعض هذه الخطوة مثالا على استعداد الصين لتقديم المرونة لمدينيها، لكنها أثارت أيضا تساؤلات معتبرة حول الشفافية والاستدامة طويلة الأجل لمثل هذه الاتفاقيات. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والذي نخصصه اليوم لاستعراض الجزء الأول مما قال الباحث في الشؤون الإفريقية محمد زكريا حول منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي عقد الأسبوع الماضي في العاصمة الصينية بكين. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وعلى النقيض من ذلك، شهدت دول مثل جيبوتي الجانب الصلب للديون الصينية، فمع وجود أكثر من 70% من ديونها الخارجية المستحقة للصين، تجد جيبوتي نفسها معتمدة بشكل كبير على بكين للحصول على الدعم المالي، حيث كان بناء مينادورا لمتعدد الأغراض الممول بقروض صينية فعالا في تحويل جيبوتي إلى مركز لوجستي رئيسي في شرق إفريقيا. ومع ذلك، أثار عبء الديون المرتفع مخاوف من أن جيبوتي قد تفقد السيطرة على الأصول الحيوية إذا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بالسداد. ومن ناحية أخرى، هنالك أمثلة على النتائج الإيجابية للتمويل الصيني. في كينيا طور طريق نيروبي السريع وخط السكك الحديدية بقروض وخبرات صينية، مما أدى إلى تحسين كفاءة النقل والتجارة بشكل كبير. لقد خلقت هذه المشاريع الآلاف من الوظائف، وحفزت الشركات المحلية، وعززت دور كينيا كمركز تجاري إقليمي. وفي حين يظل عبء الديون مصدر قلق، فإن الفوائد الاقتصادية المباشرة لا يمكن إنكارها أيضا. ومن الناحية الأخرى، غالبا ما تأتي القروض من المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مصحوبة بشروط صارمة تتطلب من المستفيدين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مثل تدابير التقشف
وخصخصة الشركات المملوكة للدولة فضلا عن نسب الفائدة العالية والمركبة. وقد تعرضت هذه الشروط لانتقادات بسبب تفاقم التفاوتات الاجتماعية وتقويض السيادة الوطنية. فعلى سبيل المثال في غانا أدت شروط قروض صندوق النقد الدولي إلى احتجاجات عامة على خفض الإنفاق العام والإعانات، مما سلط الضوء على التكاليف الاجتماعية للمساعدات المالية الغربية. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من البرنامج، على أن نكمل وإياكم ما تبقى من الموضوع في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. رحيل الفنان الإريتري عثمان عبد الرحيم في العاصمة السويدية ستوكهولم عن عمر ناهز 76 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. إريتريا تفرج عن 16 صيادا يمنيا كانت قد احتجزتهم في وقت سابق. والرئيس الصومالي يرفض وساطات رئاسية لعقد لقاء مع رئيس الوزراء الأثيوبي على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.